السلام عليكم، أهلًا بيك يا فندم، اتفضل. معلش أنا كان عندي مشكلة كده غريبة وكنت عايز أعرضها على حضرتك. دلوقتي أنا انفصلت أنا وزوجتي اللي هي دلوقتي طليقتي، انفصلنا من فترة، وكانت الموضوع باختصار إن هي يعني باخد أو باشوف ولادي عن طريق الرؤية، رفعت قضية رؤية والمحكمة حكمت لي. فآخر مرة قعدوا يقولوا لي لمّا عمه جه ولمّا عمه راح وعمه اللي بييجي لنا البيت، فبدأت أسألهم وعرفت إن في حد غريب بيدخل البيت. لمّا اتسألت أو اتقصت عن الموضوع أو فعرفت إن هي متزوجة من الشخص اللي هُم بيحكوا عنه ده، غالبًا كده زواج عُرفي. المشكلة دلوقتي إن أنا عايز أسقط عنها الحضانة، فإزاي أثبت للمحكمة إن هي فعلًا اتجوزت؟ كنت عايز أعرف حضرتك بقى ممكن تفيدني إزاي أو قُل لي أعمل إيه عشان أنا مش عارف أتصرّف إزاي؟ طيب بُص يا فندم، أنا هاقول لحضرتك على حاجة، القضية أو المشكلة اللي حضرتك بتتكلم عنها دي إن شاء الله سهل إثباتها، بس أنت اسمع كلامي وخليك ورايا عشان أقدر أفيدك بإذن الله. أول حاجة أنت هترفع دعوى إسقاط حضانة، وهتقول إن هي اتزوجت من شخص أجنبي، وهتثبت الكلام ده، هتحضر قدام القاضي وتطلب إحالة الدعوى للتحقيق، وهتثبت الكلام ده عن طريق الشهود، هتجيب شهود وطبعا يستحسن ويفضل ويعني حبذا يكونوا من الجيران أو البواب بتاع العقار اللي حضرتك بتتكلم عنه، يقول إن فعلا في شخص أجنبي بيتردد على المنزل وفي أوقات متغيرة وممكن يكون في أوقات متأخرة، وساعتها المحكمة هتعرف إن في علاقة، هي طبعًا عشان تخرّج نفسها من الاتهام ده وارد إنها تقدّم عقد الزواج، وما قدّمتهوش فالمحكمة هتعرف إن هي غير أمينة على الأطفال، وإن شاء الله تحكم لك بإسقاط الحضانة.